اما يكون معاك سلاحين، واحد منهم طويل مثلا زي الاس ال ار والتاني ام 762، خلي الاس ال ار في ظهرك عشان هو طويل، عشان في التعمير بيبان للي قدامك. لو بتضرب حد وش بوش، نط وانت بتضرب بحيث يكون قوة الضرب اقوى. اما يكون في ظهرك طاسة وحد بيضرب عليك من ورا، معظم الضربات مش هتيجي فيك. اما تكون ماشي بالعربية وحد يضرب عليك وانت معكش طلق، نط بالعربية في المية وما تطلعش بره العربية لغاية ما تكمل دمك، عشان لو طلعت بره مش هتعرف تكمله. لو ماشي بالمركب في المية بأقصى سرعة وحد بيضرب عليك، نط من المركب عادي ومش هينقص من دمك. اما يكون في مركب بره المية ومش عارف تدخل المركب لجوه المية، جيب عربية وزق المركب لغاية جوه وهيتزق معاك. اما تكون مستخبي ورا عربية وحد بيضرب عليك، اضرب في الكاوتشات لغاية ما تنزل على الارض ومش هيشوفك، العربية هتنزل عليك. لو حد رمى عليك قنبلة، نام على بطنك بسرعة قدام حاجة بحيث تفاديك. لو انت مستخبي ورا حاجة ومش عايز حد يشوفك وعايز تضرب حد، شغل الميل ده ومش هيشوفك.